ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن كلب راعي غير مشهور قوي، وهو كلب الراعي البلجيكي. اولا، تاريخ النوع. بتنحدر سلالته من بلجيكا، وبيرجع تاريخ السلالة لسنة 1920 تقريبا. ثانيا، شكل النوع. شكله بيشبه كتير الجيرمان شيبرد، ولكن بتكون شعرته طويلة وناعمة، وما عندوش الكسحة بتاعت الجيرمان في نص جسمه اللي ورا. بيكون دايما لونه اسود. فروته بتكون كثيفة طبقتين، وديله كثيف. بيتراوح ارتفاع النوع من 56 ل 66 سنتي، ووزنه من 20 ل 30 كيلو جرام. ثالثا، استخدامات النوع. كان وما زال بيستخدم ككلب راعي، وأيضا ككلب حراسة، وكلب كرة العميان، وأيضا بيستخدم في البوليس وأعمال الكشف عن المخدرات. رابعا، سلوك النوع. كلب ذكي جدا، طاقته عالية ومنتبه طول الوقت، ووفي جدا لصاحبه وشرس، وممكن يكون عنيد جدا في بعض الأوقات. خامسا، رأيي الشخصي. الكلب ده محتاج حد عنده خبرة في التدريب، لأنه ذكي جدا وهيحاول إنه يسيطر عليك. هيحتاج مكان كبير يجري فيه أو تدريب بدني وذهني ساعة يوميا على الأقل، عشان سلوكه يبقى سليم. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.